العز. واخيرا اشرف حكيمي كيرد على الصحافه الفرنسيه بعد طول انتظار، ودار مقابله مع الصحفي برتراند لاتور عبر قناه كانال بلوس. اجي تسمع معايا شنو قال، غادي يصدمك. الصحفي سولو على الموقف ديالو من الاتهامات والثقه ديالو في ان الحقيقه غادي تبان. رد عليه اشرف: انا هادئ، لكن ان تتهم ظلما هو امر فظيع ولا اتمناه لاحد. انا واثق ان الحقيقه ستخرج الى العلن، لا الوم نفسي على شيء، والناس الذين يعرفونني يعلمون ذلك. اركز الان على عائلتي وكره القدم، كما قلت الحقيقه ستظهر. يعني اشرف حكيمي وبشكل رسمي كاين فيه الاتهامات الموجهه ليه، وصف بان يظلمك شي واحد هو امر فظيع، وكيأكد انه مركز على حياته الشخصيه والرياضيه، وكيظن ان الحقيقه غادي تبان في الاخر. والسؤال الثاني من الصحافي كان على حلم الكره الذهبيه، وعلاش اشرف كيشوف انه كيستاهلها. صدمو اشرف وقال ليه: لم افكر ابدا في الفوز بالكره الذهبيه، لكنه حلم اصبح ممكنا الان. لقد قدمت افضل موسم في حياتي، وسجلت اهداف هامه في مراحل ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي لدوري الابطال، وهذا امر نادر جدا لمدافع. كثيرون يعتقدون انني لاعب وسط او مهاجم، لكنني مدافع واؤدي دوري جيدا جدا، لذلك اعتقد انني استحق الكره الذهبيه اكثر من الكثير من المهاجمين. يعني حكيمي كيأكد ان الاداء ديالو التاريخي كظهير في الاقصائيات ديال دوري الابطال كيخليه يستاهل الكره الذهبيه، رغم انه ما كانش كيحلم بها من قبل. والسؤال الثالث من الصحافي كان على الفوز بدوري ابطال اوروبا والمباريات الحاسمه. رد عليه اشرف: كنت اؤمن بتحقيق اللقب منذ قدومي الى باريس. رؤيه العمل الذي قام به لويس انريكي والتطور من نصف نهائي الموسم الماضي الى الفوز هذا الموسم كان دافعا كبيرا. قوتنا تكمن في الفريق المتماسك الذي بقي معا. مباراه مانشستر سيتي كانت نقطه تحول، قدمنا ريمونتادا مذهله اثرت في معنوياتنا واظهرت قوتنا. دعم الجماهير كان حاسما. وهنا حكيمي اكد ان تحقيق حلم الفوز بدوري الابطال كان بفضل وحده الفريق، وماتش ريمونتادا مانشستر سيتي اللي زاد من معنويات الفريق. والسؤال الرابع كان على كيفاش كيستعد بدنيا وذهنيا للموسم الجديد. رد اشرف كان: لقد اخذنا قسطا من الراحه رغم انها كانت قصيره. لو عرض علي ان اكرر نفس الموسم فانا موافق فورا. اشعر انني في حاله بدنيه جيده. خلال العطله حاولت استئناف التدريبات قليلا لاكون جاهز بدنيا، لكن الاهم هو الجانب الذهني. كنت بحاجه الى راحه ذهنيه اكثر لانها ستكون سنه طويله. يعني اشرف حكيمي كيقول انه رجع لياقته البدنيه، ولكن كيأكد ان الراحه الذهنيه هي الاهم في موسم طويل. السؤال الخامس من الصحافي كان على الطموح للفوز بدوري الابطال 2 مرات. اشرف رد بتواضع كالعاده وقال: لا اعتقد اننا المفضلين للفوز مره اخرى. هناك فرق قويه مثل ريال مدريد وبرشلونه وليفربول ومانشستر سيتي، لكننا مركزون ومستعدون للمنافسه. يعني حكيمي كيعترف بصعوبه المهمه بفضل وجود فرق كبار، ولكن واثق من استعداد الفريق ديالو. والسؤال السادس من الصحافي كان على العلاقه ديالو مع المدرب لويس انريكي. رد اشرف كان سليم وقال: لويس انريكي قريب من اللاعبين ويفهم الجانب الانساني اكثر من التكتيكي. علمني كيف اكون متعدد الاستخدامات والعب في اكثر من مركز. يعني اشرف كيأكد ان انريكي كيركز على الجانب الانساني وكيعلمه كيفاش يتكيف مع الوضع ويكون مرن في اللعب. واخر سؤال كان على استعداد الفريق للسوبر الاوروبي. رد عليه اشرف: نحن جاهزون بعد تحضير جيد، نركز على الفوز بلقب لم يفز به النادي من قبل. حتى لو كان الخصم مستعدا منذ فتره سنثبت اننا قادرون على الفوز. يعني حكيمي كيأكد ان الفريق ديالو مستعد ومصمم باش يدي لقب السوبر الاوروبي. بعد هذه المقابله الكامله اشرف حكيمي اكد على بزاف د الحوايج، والصراحه انا فرحان لانه خرج ونفاهد الاتهامات، ولطالما حنا كمغاربه عارفين بريء من هذه الاتهامات. ورابط مصدر المقابله في اول تعليق. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب وشي تعليق زوين بحالكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.